السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بك يا صديقي في فيديو جديد. إن شاء الله في فيديو النهاردة هنعرف الفرق بين ال HTTP وال HTTPS. وبدون كلام كتير يلا بينا. مبدئيا كده يا صديقي أنا عملت جروب على فيسبوك طبعا، بحيث إن احنا أي حد عنده أسئلة وأي حد حابب يشارك حاجة طبعا فنساعد بعض كلنا. حد مثلا عنده سؤال تايه في حاجة مشكلة أيا يكن يعني، فإن شاء الله نقدر نتعاون كلنا ونساعد بعض. وطبعا عملت جروب برضه تليجرام، وإن شاء الله اللينكين اللي هسيبهم لكم في وصف الفيديو بإذن الله. يلا بينا نخش في موضوع HTTP و HTTPS. إيه بقى الفرق بين الاتنين دول؟ الفرق يا صديقي بكل بساطة في الاس دي، أو مش هزار على فكرة، هو الفرق فعلا في الاس دي. والاس هنا بمعنى سكيور. تعالى بقى نشوف الحوار بقى سكيور بقى والكلام ده كله. عندنا هنا يا صديقي شخصيتين، هيلين وكارل. تعالى بقى كده واحدة واحدة ونشوف الدنيا ماشية ازاي. طبعا هيلين داخل على موقع ب HTTP بس، HTTP www.example.com. هنا طبعا جايب لك ان هيلين بعت باسورد ABC123. وهنا طبعا صاحبنا الهاكر دوت يعني مش عارف هو لابس كده ليه، ما علينا. الهاكر بيقول لك هنا بيشوف الهاكر بيشوف الباسورد ABC123، يعني هو وصل لك، هو بيشوف، هو شاف الباسورد نفسه. هنعرف احنا ايه حوار شاف الباسورد دي دلوقتي. فدي مشكلة HTTPS ال HTTP قصدي، دي مشكلة ال HTTP ان هو بيشوف الباسورد او بيشوف الداتا من غير تشفير ومن غير اي حاجة. يعني انت بالصلاة على النبي بتسأل عليه الدنيا من الاخر يعني. تمام، دي معلومة بسيطة عن ال HTTP. طب ممكن تكون بتسأل نفسك سؤال دلوقتي، يعني هو ازاي برضه الهاكر هيشوف الكلام ده يعني. في حاجة يا صديقي في الهاكر اسمها مان ان ذا ميدل اتاك. تعالى كده نبص عليها بصة. مان ان ذا ميدل اتاك. تعالى نشوف لنا صورة كده. هات لنا الصورة دي. بص هنا دلوقتي دوت ده الكلاينت او اليوزر بمعنى صح، وطبعا ده السيرفر وده صاحبنا الهاكر ابو نضاره. كلام جميل. دلوقتي انت لما بتبعت الباسورد او زي ما هي بعتت يعني، دلوقتي بدل ما الباسورد ده يروح للسيرفر، لا هو هيروح للهاكر الاول. تمام، لان هو ده معنى بقى مان ان ذا ميدل اتاك. ده بيحصل ازاي؟ ده حاجات تبع السكيورتي وكده يعني، مش وقتها يعني دلوقتي. تمام، فدلوقتي المشكله دلوقتي الباسورد بتاعك هيروح للهاكر الاول بعدين هيروح للسيرفر. فانت بياناتك ضايعه يعني، بالصلاه على النبي ياخد الايميل بتاعك والباسورد بالسلامه، انت بقى كده بالحساب بتاعك. فدي فكره مان ان ذا ميدل اتاك. نرجع تاني لموضوعنا. فاحنا هنا دلوقتي حوار ال HTTP ده مش هينفع كده، البيانات مش مشفره وكده يعني اي حد يقدر ياخد البيانات بكل سهوله. فدلوقتي ده مش سكيور خالص. سكيور بقى ايه؟ ال HTTPS، واللي هو بالاخص ال SD. تعال نشوف قرر بتعمل ايه. دلوقتي هي دخلت على موقع https www.example.com، بعدت نفس الباسورد برضه abc123. بص هنا بقى الباسورد هاكر سير، يعني الهاكر هيشوف الباسورد بالطريقه دي. كلام انت مش فاهم منه حاجه. ليه بقى؟ لانه مشفر. هنا بقى البيانات مشفره تطلع كده مشفره. فيا باشا الهاكر بقى مان ذا ميدل اتاك، مان اخر ذا ميدل اتاك، اي حاجه مش هيشوف الكلام ده. طبعا في مفاتيح تشفير وجو كده، بس دي ليله تانية جوه يعني. فالفرق بين الاتنين هو الاس، ده سكيور وده نوت سكيور. بكل بساطه يعني الموضوع مش صعب ولا حاجه. تمام، طب ايه يعني ايه اتش تي بي؟ يعني ايه الاختصار؟ طيب ال HTTP هي هايبر تكست ترانسفورم بروتوكول، اما ال HTTPS هو هايبر تكست ترانسفورم بروتوكول سكيور. تمام، يعني الفكره في الاس سكيور. طبعا هنا اهوت هايبر تكست ترانسفورم بروتوكول، وال HTTPS هايبر تكست ترانسفورم بروتوكول سكيور. طب مثلا لو داخل موقع عايز اشوف الموقع ده سكيور ولا مش سكيور، مثلا بيانات تتاخد ولا حاجه. طبعا تعرف انك سكيور من ال HTTPS. يعني بص عندك الموقع، انا تضغط بس كده URL اهو باينه HTTPS، الموقع كده سكيور. او ممكن بعلامه الاف دي هتبان عندك لما الظاهر، هتخش على البتاع، هتخش على الايقونه دي هيظهر قدامك هنا أهو. كده كده نو سكيور. تمام. وطبعا هنا ممكن اسيب لك لينك القناه الموقع دوت، بحيث لو انت حابب تقرا اكتر وتتعمق اكتر في الموضوع لو حابب يعني. تمام. وطبعا ده كان فيديو النهارده،
فيديو ان شاء الله ما يبقى صعب عليك، وان شاء الله اشوفك في فيديو جديد. سلام.